بهيدا الفيديو رح نصور وصفتين. أول وحدة هي مربى المشمش، وتاني وحدة هي قمر الدين. ورح نبلش أول شي بمربى المشمش. بنقي المشمشات من المشمش المهتري وبغسلهم كتير منيح، مرة واثنين وثلاثة حتى يصيروا كتير نضاف. شوفوا المشمش كيف بيطلع نضيف وحلو. وبرجع بفقيهم، بشيل العجوة وبتطلع إذا في دودة بقلبها، إذا في دودة بكبها وبدي أرجع زينهم. للكيلو مشمش بدي نقبيله كيلو سكر. أنا عندي 4 كيلو رح أحطلن 4 كيلو سكر. بالزمانات كان يجي السكر كل كيس كيلو، هلأ صاروا عم بحطوا 900 جرام بالكيس. هولي 4 كيلو سكر رح أحطهم فوقهم واتركهم ينتقعوا حتى المشمش يكب المي تبعه. بخلط السكر والمشمش مع بعضهم وبتركهم يرتاحوا حتى المشمش يبق ميته. أكيد المشمش لما بزينه بده يكون مفقع من العجوة، ودايما انتو عم تفقوا المشمش انتبهوا يكون نظيف بقلبه. السنة كان المشمش كله مدود. نحن الله نعم علينا بشجرة كثير صعبة انها تعمل دود، ما بعرف شو السبب. هي حبتها صغيرة وكتير طيبة وبتعمل مربى كتير طيب. من بعد ما اخلط المشمش بالسكر بتركهم يرتاحوا حتى يبق المي تبعه، واحلى شيء اذا بتركهم من عشية لتاني يوم. لكل كيلو مشمش مفقع بحط فوقه تقريبا معلقتين حامض. صار إلي شي ساعة وشوي عملتهم، ليكو كيف بقوا ميتهم. صار فيني حطهم على النار بس أنا رح أتركهم لبكرة لأني هلكت. بتركون هن بيرتاحوا وأنا برتاح، ما في شي لحقني، مهم أنا أكون مرتاحة. بكرة الصبح بحطهم على النار بطبخهم وبنعبيهم بمرطبين. حطيت الطنجرة على النار وتركتها حتى تغلي. أنا طلع عندي طنجرتين، واحدة فيها 2 كيلو والتانية فيها 4 كيلو. المهم ما تعبوا الطنجرة أكتر من نصها وإلا بتفور. لما تغلي الطنجرة ببلش شيل القشوة. ضروري تنشيل هيدي القشوة عن وجه المربى لأنه بيضاين المربى أكتر، وهيدي القشوة هي الزغل تبع المربى، يعني بتشيل كل شي هوا بقلب الفواكه، بتشيل إذا في شوائب بتكبهم كلهم سوا، ونحن علينا أنه نشيلهم. بقش القشوة عن وجهها وبرجع بتركها تغلي، كل شوي بحركها للطنجرة وما بدي أترك ولا نتفة قشوة. بدي أقلكن أنه بس يغلي المربى بخفف النار على الأخير أحسن ما يحترق السكر ويطلع لنا المربى غامق. وبما أنه نحن مش طاحنين المشمش ما في لزوم نضل نحرك على طول، من وقت للتاني بنحرك. وإذا بدكن المربى يكون ناعم وما في شقف، من بعد ما تخلصوا المربى بتطحنون. هي عم تغلي المربى بدي بلش حضر المرطبين حتى يكونوا نضاف وناشفين تقدر عبي فيهم المربى. حتى لو كانوا مرطبين جداد بدي غسلهم وشطفهم كتير منيح بالمي ونشفهم كتير منيح أحسن ما يبقى فيهم رطوبة. شوفوا المربى كيف هيك عم بتفقفق، يعني عم تقلي إنه أنا صرت قريبة صير حاضرة. إذا سكبتهم هيك بيطلعوا شوي رخوين. كيف بعمل تعرف إذا المربى صارت جاهزة؟ بحط صحن بالفريزر بسقعه، بسكب مربى فوقهم وبشوف. أنا بالنسبة لي هول بعدهم نتفة صغيرة رخوين، بتركهم يغلوا نتفة بعد وبرجع بفحصهم مرة تانية وبتأكد. شوفوا المربى كيف هي حاضرة وجاهزة وناطرتني حتى أسكبها. وهلأ رح بلش بالسكب. هول المرطبين صاروا جاهزين. شوفوا هيدا القمع، كنت قبل كل ما بدي اسكب مربى حروق ايدي امسك منشفة. لحديت مرة حدا من الاشخاص يلي بيحضروني على نفس بالطبخ حطولي تعليق انه في قمع خصوصي للمربى يا نوال. وينك عايشة يا نوال؟ بأي دنيا ما معك خبر انه المربى في لها قمع خصوصي؟ ومن وقتها تغيرت حياتي بعمل المربى. شوفوا شو حلوين هالمربيات، يخزل العين عن جد بجننوا. كتير بحب مربى المشمش. وهلأ بدنا نبلش بتحضير القمر الدين. بالنسبة للقمر الدين فقيت الحبوب المشمش، فيني أعملهم دغري على نار خفيفة بدون سكر، بس أنا حبيت حط لهم سكر. لكل كيلو بده نص كباية، يعني 2 كيلو حطيت لهم كباية. بتركن حتى يغلوا، وبس يغلوا بحط لهم فوقهم نص ملعقة صغيرة حمض الليمون وبتركهم يغلوا. بس يصيروا يفقفقوا هيك يبينوا مثل الفولكانو، بجيب المطحنة وبطحنهم. بدي اطحنهم كتير منيح تا ما يضل في عندي شيء ابدا بقلبه. وما بكتفي بس بالطحن، ضروري اني صفيهم والا بيطلع عندي اشياء بقلبهم وما بيطلعوا كتير حلوين. بحطهم بالمصفاية على الصينية اللي بدي اسكبها، ما في لزوم حط ابدا لا زيت ولا شيء على الصينية.
وبصير بصفيون حتى يصير على الآخر ما عندي شيء أبداً إلا الشوائب. بعد شوي رح فرجيكم شو رح يطلع شوائب من قمر الدين يلي صفيناهن. مدن على الصينية كلها سوا، بشيل الملعقة وبهز الصينية مش مثل ما أنا عملت وقعت الملعقة بقلبهم. برجع بخبط الصينية على الطاولة حتى إذا في هوا يطلع منها. وشوفوا كيف حضرت القمر الدين، ليكوا ما أحلاهم. وبدي أحطهم بالشمس على مدة 3 أيام، وإذا ما عندي شمس بستعمل مروحة. وهلأ رح فرجيكم الشوائب يلي طلعت بالمصفاية من القمر الدين يلي صفيناهم. أكيد هولي ما رح يطلعوا طيبين أبداً إذا تركناهم فيها. وهيدي صينية قمر الدين بعد 3 أيام تشميس صارت جاهزة، وهلأ بدنا نفكها. على الطرف بمرق السكين تفتح نتفة صغيرة. ليكم ما أهينا. ما في لزوم أبداً حط زيت بكعب الصينية، شوفوا كيف رح تقبع بسرعة. ليكم ما أحلاها. برموا وشيلوا. إذا علقت على الطرف بالسكين بتجربوا تشيلوها. ليكوا شو حلوة وشو مالسة لأنه صفيناها. أول شي بشيل الطرف. ليكوا ما أحلاها. ليكوا تعقد. ليكوا هيدا قمر الدين بجنن. هلا شو بعمل على الوجه؟ بحط عليها ورقة نايلون وما تلزق على بعضها وبطويها. هيك كانت ستي تعمل، تبقى تطويها هيك بهالطريقة، وهيك بكون صار في عنا قمر الدين شغل ايدينا وبقلب البيت. واذا ما بدكم تحطوا سكر بتقدروا بس تغلوا المشمش بدون سكر، بصير في عندكم قمر الدين بلا سكر. وبتقطعون مثل ما بدكم هيك او حتى هيك. بصير ولادكم عندهم صور كاندي معمولين من الفواكه بقلب البيت. ليكم ما أحلاهم. شو رأيكم؟ وهيك بنكون تعلمنا كيف نعمل مربى المشمش وقمر الدين. وإذا حفظنا قمر الدين بمطرح بعيد عن الرطوبة وبعيد عن الحرارة ممكن يضاين بين السنة والسنتين. وبالنسبة لمربى المشمش إذا شددتوه هيك بيضاين قد ما بدكم، المهم ما يعفن وجهه. بس يعفن وجهه بيكون فسد، كبوه. بس لأنه شددناه بيضاين معنا كتير. خليني دوقها قدامكم تقلكم طعمتها شو طيبة. يا ربي عن جد مش معقول. ذكرتني بتيتا ميلادي، تبقى تعملنا قمر الدين تسطحن على سطيحة قدام الباب ونحن ننبسط فيها ونقعد نصير ناكلهم هيك. ولا أطيب من هيك. الحموضة اللي فيهم كأنكم عم تاكلوا ساور كاندي بس بفواكه وانتم عاملينهم بالبيت. واذا بدكم فيكم ما تحطوا سكر ابدا وبيطلع عندكم نفس النتيجة. شو الطريقة؟ ما بننسى شو نفس بالطبخ. I love you all.